بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم يا حبيباتي الغاليات، مرحبا بالمشتركات الجدد، نقولكم اهلين وسهلين ومرحبتين. هكذا تكبر لمتنا وتكبر عائلتنا يا حبيباتي الغاليات. الصباح الخير عليكم يا حبيباتي الغاليات. كما راكم تشوفوا، اول حاجه كي نوض يا حبيباتي الغاليات جيت طول 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 حليت الساعه الباب باش نلاقي العسل كيجي، ومن بعد جيت طول راح ندير الفطور لجاجاتي. كما راكم تشوفوا راني خلطت لهم النخاله، قلت نمد لهم ساعه ونزيد نبدل لهم الماء وهكا باش كيقولوا نقفل عليهم نتهنى منهم. وكي حطيت لهم يفطروا لقيت زوج عظيمات هذو كما راكم تشوفوا. الحمد لله يا ربي، هيقو زادي نغتارونت، والحمد لله يا رب العالمين. ولهنايا جيت يا حبيباتي ادخلت الكوزينتي بعد ما جا العسل وجا حطيته في بلاصتو. جيت كيما تقول كيما على بالكم وسيله الشاويه رايحه نولي الحليب يا حبيباتي. بعد ما رخف عليا شويه مصراني ما قدرتش نستغنى على المشقه نتاعي يا حبيباتي الغاليات. ونشكركم كامل 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 على التعليقات نتاعكم الحلوه، وعجبكم الحال كامل. انا ثاني عجبني الحال ولبيت الطلب نتاعكم ورحت يا حبيباتي للمحل، وراني يعني صورت لكم يعني كما يقولوا المحل يعني حاجة. والحمد لله يا رب العالمين. وراني نشوف فيكم كامل 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 لا فيديو هذه عجبتكم بالبزاف، لانني لبيت الطلب تاعكم ورحت لكم يعني ما طولتش عليكم. وراني ان شاء الله نلبي الطلبات نتاعكم يعني وحده وحده. وراني شوفوا ما تصوروش قد ماش نكون مرتاحه كي نجي ندير المونتاج لا فيديو، كي شغلت راكم قابليني وحده وحده، وكي شغلت راني نحكي معاكم كامل كامل يا حبيباتي الغاليات. والله صدقوني لو كان نلقى شوفوا نقول نتلاقى معاكم كامل كامل ونقعد معاكم ونحكيو مع بعضانا ونتعرفوا على بعضانا. شكرا شكرا يا طيبات، شكرا شكرا يا حبيباتي الغاليات. ولهنايا نقول لكم يا حبيباتي بعد يعني ما فطرتوا كل شيء، وانا كما تعرفوا وسيله الشاويه ما نستغناش حنا يعني على الفطور تاع الصباح. ننصحكم كامل، ننصح كل وحده يعني كي تنوضي يا حبيبتي روحي الساعه فطري افطري. شتي نقول لك الفطور هو الاساس، يعني ما تروحيش تجري تزربي الخدمه وتفرطي في روحك وتفرطي في صحتك وتفرطي. احنا افضل ساعه والخدمه تتوقاش، يعني الخدمه راهي ما تخلاش، تخدمي هذه تزيد هذه شما تخدم السيا الخدمه التروسيه. يعني والله يعني المراه مسكينه تتعب تتعب تتعب. ربي يعطي ان شاء الله الصحه لكل نساء. هنايا كما راكم تشوفوا المازوزيه هي اللي راح دير الغداء. انا يا كيما يقولوا خدمت عندي خدمات اخرين خدمتهم، وهي قالت لي يا ماما اليوم راح ندير الغداء انايا. عندنا بزاف يا حبيباتي ما صورت لكمش يعني الكوزينه. اليوم راح نصور لكم الغداء اللي راح ديروا المازوزيه. تبعوا بعد ما قصت هذاك سكالوب هذاك. هاي راح تبلوا درت الاخر اي اله الا الله محمد رسول الله. الكركم درت توابل هذوك تاع الشاورما، درت هذه البصله بودره، ودارت راس الحانوت، دير الملح ودارت فيه شويه زيت. ولهنا كما راكم تشوفوا بعد ما راهي دارت هذه التتبيله يعني لهذا السكالوب هذا. دركم تشوفوا المازوزيه واش راح دير به المازوزيه هذه. وكاين جاوني قداش من تعليق قالوا لي تكثري بزاف التحيات تكثري. والله شوفوا يا حبيباتي الغاليات انا نحب نلبي لكم الطلبات نتاعكم اوكل. والله شوفوا نقول لك وحده تقول لي ادعي لي، وحده تقول لي ديري لي ديديكاس. نحب يعني كل وحده يعني نلبي لها الرغبه تاعها. يعني سامحوني يا حبيباتي الغاليات راني نحبكم كامل كامل. والله كل وحده نحب ان شاء الله ندير لها يعني واش بغات. لهنا المازوزيه راهي حطت المقله لهنايا رايحه تقلي السكالوب هذا، لانها اليوم قررت قالت لي يا ماما اليوم راح نديروا الطاكوس. زعما عولت باش هي بعد دير يعني الخبز هذاك تخدمه هي بعد راح دير العجينه وراح تطيبه. ولكن شوفوا نقول لكم جاتني واحد المخلوقه اهلا وسهلا بها ومرحبا بها. يعني قعدت معاها ما صلحتش والعسل ناض. المهم ما صلحتش وليت رحت خرجت شريت لها هذاك الخبز تاع التورتيلا. وهذه هي يعني كل حاجه كما يكتبها رب العالمين. ساعات يعني تقري تقولي ندير هذيك الحاجه والله ما يكتب ربي. دي فوا شتي نقول لكم تقولي
تقولي نروح لهذيك البلاصه وما تروحي لهاش. ساعات تشري كادو لواحد تقولي راح نروح نبارك لهذاك وما تروحيش لهذاك العبد هذاك، وتجيك طريق وحده وتروحي تهزي الكادو هذاك وتديه يعني للانسان هذاك اللي ما زلتي يعني ما عولتيش راح تروحي له، والله جاتك تباركه تاع صدفه، والله يعني كل حاجه يعني كيما سطرها رب العالمين. كما راكم تشوفوا لهنا يا حبيباتي الغاليات، بعد ما حطت لهنايا سكالوب هذاك راهي نقصت للنار وقاعده تقلي فيه. شوفوا نقول لكم يعني كي تبلوا هكا تجي واش نقول لكم بنتو يعني وحدها مع التوابل هذوك يا حبيبتي الغاليات. رايحه ندعي لهذه الاخت مرت علي هذه، نقولها اهلا وسهلا ومرحبا بك. ان شاء الله ربي ان شاء الله يعمر حجرك، وان شاء الله ويفك حزامك يا رب العالمين، وربي يرزقك بالذريه الصالحه. قولوا امين يا السامعين يا رب العالمين. ما نقدروش يا حبيباتي ما ندعيوش، لان شوفوا والله العظيم كي ندعي لكم والله تدعيوا لي، يعني شوفوا نقول لكم والله ربي يقبل علينا في ميزان حسناتنا كامل. واللي هنايا راهي المازوزيه كانت غسلت السلق، كان عندي شويه سلق، قالت لي ماما نديرو لا يفزد، يعني ما نخليوش الحوايج كي نشوفوهم حاجه راح تفزد. مام كنتي راح بروغراميه راح ديري حاجه وحده اخرى، كي تشوفي حاجه راح تفزد كيما يعني ندير انايا، نولي نحل فريجيدار كي نشوف الحاجه اللي راح تفزد نولي نقولها يا المازوزيه ونتقش الساتينين السنك ثايا هتنفسد هكذا يا حبيباتي، لان يعني كل شيء غالي يعني وكلش غالي، والمصروف كما يقولوا واعر، والله صدقوني واعر. الشهريه قليله، كاين اللي ما يخدمش، كاين اللي عامل يومي، كاين اللي شهريته قليله. ربي يجيب الخير ان شاء الله. الرجاله يعني حتى هما غلبوا والله، غير يعني القفه يعني بكري نقولوا بصح والله غير القفه صعيبه بزاف، خاصه على اللي شهريته يعني قليله وكراي وعنده مسؤوليات والولاد والقرايه. وبهذه المناسبه ان شاء الله يعني كي جبت لكم على القرايه نتهلاو في وليداتكم هذه الايامات، خاصه يعني على ابواب الامتحانات. نقصوا من الخدمه تاع الدار، وفروا لهم الراحه النفسيه، ديروهم الهدوء في الدار. ما تقلقوش يا انسان، نقول لكم ما تقلقوش على وليداتكم، حاولوا كيفاش تفهموهم بالعقل بشوي خاصه الاولاد هذوك تاع البريمار شويه يعني القرايه صعبت عليهم. ربي ان شاء الله يقدركم، وربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شوفوا اللي رايحين يعقبوا الباك السنه كل ان شاء الله ربي يفرحكم بوليداتكم. الباك والبيام والسيزيام، انا يا سانكيام هذيك دائما نشتي نقول سيزيام والفغ حنا سيزيام فرات سيزيام قال بغات تاني السيزيام يبها. شو نقول لكم ربي ان شاء الله كامل تفرحوا يا حبيباتي الغاليات. ولهنايا كي بعد ما طيبت هذاك السلق يعني ذبلاتو السلق هذاك يا اخي كيديروه يطلق الماء، خلاتو يعني في المقله شوي نقصت النار حتى نشرب، يعني نشفت هذيك الخليط هذاك تاع السكالوب وتاع السلق. خاطر لو كان تخليه بالماء كي تجي ديريه فوق الخبز هذاك ومن بعد يسيح لك ويدير. هذا هو شوفوا نقول لكم الخبز هذا اللي شريته، هذو شريتهم فيهم 6 ب25,000. شوفوا يعني احنا عولنا اليوم كما قلت لك عولت المازوزيه تخدم، ولكن ما كتبش ربي شي نهار ان شاء الله نشاركوا معكم. لهنا المازوزيه جات باش راح تعمر الطاكوس هذا. يعني شوفوا الحشوه تاع الطاكوس كل وحده تعمر يعني ودير الحشوه هذيك بالشي اللي عندها. مام يعني حبيبتي تقدري بلا ما ديري الدجاج، ما عندكش الدجاج ما عندكش فيونداشي، ما عندكش تقلي البطاطا، ديري سلطه، ديري طماطم، ديري معاهم طرف بصله، شويه زيتون مقطع، والله ليسونسيال يعني على بالي كامل الامهات الدبيريات وكامل الامهات راهم فحلات، وكامل يعني كل وحده راهي تسلك روحها في دارها. وشي هو كما يقولوا يعني كل واحد راهو يصرف حسب جيبه وحسب الامكانيات نتاعو. والبطاطا دائما حاضره ناظره، البطاطا عندنا احنا الجزائريين ما نستغناوش عليها. دائما البطاطا يعني كي ما تكونش في الكوزينه ما تلقاي تقولي كي ما تكونش البطاطا تقولي ما كان والو، تقولي ما لقيتش واش راح ندير. وهذه هي يا حبيباتي الغاليات كما راكم تشوفوا المازوزيه راهي تخدم قدامكم، وحنايا نشيخوا مع بعضنا يا حبيباتي الغاليات. كانت هذه الأخت فايزة بوسنة، نوجه لها تحية كبيرة ونقول هذه راهي مسكينة في ضيق، قالت لي ما يعلم بيا غير ربي سبحانه، كارية وراجلها زاد حبس الخدمة وراهي ما عندهاش دراري. نقول لك يا حبيبتي شوفي
تمسكي بالعروة الوثقى، تمسكي برب العالمين يا حبيبتي الغالية. ربي هو اللي راح اشتي نقول لك، ربي هو اللي راح يحن عليك، وما يجي ربي يقفل لك باب حتى يحل لك 10. لان شوفوا ربي هو اللي راهو يسير فينا كامل، وهو راهو اللي يحلنا في امورنا. يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله تفرج عليك يا ربي، يا ربي الحنين ان شاء الله تفرج عليك. وربي ان شاء الله كي نهار اليوم يرزقك ربي بالذرية الصالحة. وعلاش لا بالك يا حبيبتي دير الدوسي تاع السكن الاجتماعي ويرزقك ربي. ادعيوا لها كامل يا حبيباتي الغاليات. هذا هو الشيء اللي نقول لكم، لازم نجاوبكم يا حبيباتي الغاليات. والله ما نشتيش نخليكم هكاك. ان شاء الله ربي يفرج على كل مهموم، وكل واحد عنده ضيقه ان شاء الله ربي يفرجها عليه. قولوا امين يا سامعين. ولا هنا كما راكم تشوفوا حطت المازوزيه، وهذه واحد يقولوا الطاجين، واحد يقولوا المقله، كل واحد يعني يسمي كيما بغى. ديريهم يا حبيباتي على الجهه هذيك اللي فيها لي تخي هذوك، وطيبيها بالعقل. انا نحبها، شوفوا نقول لكم انا الطاكوس ما نشتيش يقعد لي هكاك ابيض، نشتي هكا. انا قلت لها نتاعي انايا ديريها طول باش تجي تقرمش، تجيني طول هكا. نشتي كيما يقولوا نطيبها بزياده. وشي هو نتاعي انا قلت لها ما ديريليش انايا المايونيز، نهرب شويه من حكايه عاد كان واحد الوقت عندي الكوليسترول يعرفوا يعني الحمد لله. بصح للدرك هكذا نحافظ، الانسان يحافظ شويه على روحه يا حبيباتي الغاليات. ونزيد نقول لكم جاني درك ملي حليت القناه خطره وزادت هذه الاخت هذه جوجو جاوني زوج تعليقات كما راكم تشوفوا. هذا هو الطاكوس، شوفوا جا واش نقول لكم بنين، شهيتكم في الجنه يا حبيباتي الغاليات. تحبي ترافقيه كما يقولوا لازم الهريسه. المازوزيه كانت من هي خلطت المايونيز وخلطت الهريسه معاه، واللي يحب يدير له الهريسه وحدها يدير. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله اللي ما جرباتوش ان شاء الله تجربوا، وديري يا حبيبتي ديري بالحشوه اللي عندك. وهذه هي، وربي اديمها نعمه واحفظها من الزوال. لهنا كما راكم تشوفوا انا الحبه تاعي يعني قلت لها طيبيها، زيدي طيبيها لي شويه بزياده. راهي لنا بالك تبالكم محروقه، بصح انا واش نقول لكم جاتني مقرمشه مليحه، انا هكذا بغيتها. بسم الله بسم الله بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله يا ربي غيثا نافعا يا رب العالمين. شوفوا يعني ربي يرحمنا، ربي يعني كرمنا بعد ما قلنا. شوفوا ما صبتش ناكل، وشوفوا الان يعني شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. هذا الخير تاع ربي، الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي على هذه النعمه يا ربي. شوفوا انا دجاجاتي كيفاش غطيت لها وخليت لهم غير فيها حنان يا دلالي، ما كنتش تنفسنت خلاص باين. شوفوا الشجره تاعي كيفاش راهي منوره، والسناء ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا روعه والله، واحد الجو هايل كما راكم تسمعوا. احنا يصير كي نغسعوا عيشن النقود تتشاف على الكيف. اميرات الظهران عطره متى هذيك غير ومنسي الجوايه تراش متى سقر. شوفوا اليوم قررت يا حبيباتي الغاليات باش ندير لكم الغرايف، ولكن راح ندير لكم انا الغرايف تاع وسيله الشاويه. راح ندير لكم الغرايف التقليديه تاع زمان كيفاش كانت ما ربي يرحمها ديرهم. هذا الدقيق راهو عمر بن عمر، دقيق عمر بن عمر غني على التعريف، دقيق تاعو مليح. اما لا درت 3 كيسان، انا هذوك الكيسان درت 3 الكيسان تاعي كبار. انا ما نشتيش ندير زغبان، انت ما كنتش هسم وسيله الشاويه نتو تشتي شحنه اذق الريح، لازم بغير كنت غير ثروينو اذق لاباس. ما خص والدين هاسوش ما يودفد حد. المهم اذق بغير تشن بغير ذروان تقيت حينين ودي طنطش فلا. لهنا كما راكم تشوفوا درت الملح، درت مغرف كبيره ونص تاع الخميره كي عاد بارد الحال. زدت درت نص مغرف تاع السكر، وهذو هما بعد ما خلطت النواشف هذو. وجبت 2 عظمات هذوك تاع دجاجاتي. شفتوا يا حبيباتي الغاليات، شفتوا مشروع وسيله الشاويه ابدا ينتج والحمد لله يا رب العالمين.
ثاني الغرايف كي غادي سنت متملالين، يعني غرايف واش نقول لكم وصفه تقليديه غنيه عن التعريف. يعني كانوا امهاتنا بكري دائما يديروهم، وانا راح نديرهم عن كيما يقولوا بالطريقه تاع ما ربي يرحمها. بعد ما دفيت الماء لحت الكاس، يعني الكاس هذاك بعد اللي كيلت بيه الدقيق، هذاك هو الكاس. درت الاول وزدت الثاني، يعني كي تلوحي الماء لوحي بالعقل، ومحري الدقيق هذاك بالكف تاع يدك باش ما يبقاولكش كيما يقول لك ما يبقالكش مكعبر وميتغماش ميني يكعبر مي قيمه ميني. يعني بغا تقديت يعني بالكف تاع اليد امحريه في القصعه امعسيه كيما يقولوا باش تروح هذا يتحل لك بالشويه. ما تكبيش يعني كيما يقولوا تخميه بالماء على ضربه واحده. لوحي يعني لحت الكاس الاول الكاس الثاني، وانتي راكي تخدمي يا حبيبتي ويدك. يعني شوفي نقول لك على واه يعني كي نخدموا كلش باليد، اليد هذيك هي اللي تعرفي بها القيس تاع اي حاجه اللي تجي تخدميها. كي تخدمي بيدك تعرفي القيس تاع هذاك الحاجه اللي راكي تخدمي فيها. يعني اليوم شوفي يدك هي البراميكسور. يا اخي دوك عاد يديروهم في الروب ولا يخدموهم بالبراميكسور. انا اليوم مانيش راح نديرهم، راح ندير لكم بالطريقه التقليديه. اشكون اللي كيفي انا شو نقول لكم. نشتي يعني الطبخ التقليدي، نشتي المعن التقليديه، نشتي الهضره الشاويه، نشتي القعدات يعني القعده الشاويه القعده التقليديه. اي حاجه يعني اللي فيها التقليدي كل وسيله شاويه تتشتات. لهنا راني نخدم بيدي كما يقولوا بالعقل، وانتم راكم تتبعوا فيا يا حبيباتي الغاليات. يعني تخدميها حتى تجيك خلاص كما انتي بعد تحسي الملمس نتاع ما يبقاولكش الحبيبات هذوك نتاع دقيق. هذا الكاس هذا الرابع تكبي بشويه وتخلطي يا حبيبتي الغاليه. لهنا كما قلت لكم ملي حليت القناه جاوني زوج تعليقات، وحده قالت لي جامي هضرتي على راجلك، وهذه ثاني ونفس التعليق. وهذه ثاني الاخت قالت لي هذه الاخت جوجو قالت لي ديري لنا جوله في المعذر باذن الله يا حبيبتي ندير لك الجوله. وقالت لي جامي هضرتي على راجلك. شوفي نقول لك انا كي حليت القناه هذه حليت قناه وسيله الشاويه. حليت يعني راح ندير لكم روتينات، راح ندير لكم وصفات تقليديه وعصريه، راح ندير لكم خرجات همسات نصائح تدابير، يعني اللي راح تفيد يعني اي متتبعه اي مراه تهزي من عندي وانا نهز من عندك. يعني كي نحط حاجه تشوفيها بالك ما تعرفيهاش، بالك تعرفيها وانتي موالفه ديريها بمكونات زي وانا نديرها بزي نهزو يا حبيبي. ولكن انتي السؤال هذا نتاعك انا دركا كي تقولي لي جامي هضرتي على راجلك واش راح واش تهزي كي نهضر لك انا على راجلي واش راح تهزي واش راح تستفيدي بعد. يعني هذو امورات شخصيه. انا كي حليت القناه ما حليتش انايا وقلت ارواحوا نحكي لكم انا على حياتي الشخصيه يا حبيبتي الغاليه. انا حليت القناه روتينات، اذا كان كشي ما بغيتي محل نعته لك كيما المحل هذاك، اذا كان كشي ما بغيتي وصفه، اذا كان كشي ما بغيتي تدبيره، اذا كان نصيحه، اذا كان تعطي لي انت مثلا معلومه من عندك نهزها. ماذا بيا يا حبيبتي انتم تهزوا من عندي وانا نهز من عندكم. وهذه هي يا حبيبتي الغاليه. اما حياتي الشخصيه خط احمر. ولهنا كما راكم تشوفوا بعد ما خلطتها مليح حتى تحسي بالملمس تاعها رطب. يعني كي ديري يدك ديري الكف تاعك ما تلقاش الحبيبات هذوك تاع دقيق تلقايهم يعني كما يقولوا راحوا خلاص معستيهم. لهنا راح نجيب البرمان تاعي وراح اللوحه. يعني راح نقول لكم الناس تاع بكري الحراير نزيك مكشات صفانت، يعني كي يلقاو يديروا الغرايف ويلقاو فيهم الخيوط هذوك تاع العجينه توينتيد يديروا الكسكاس اني غدا وين صيار وصفان. شوفوا يعني المراه تاع بكري قدماش تكون ذكيه وكانت دبيريه وكانت تصفي هاد الغرايف هذو ديرهم في الغربال ولا في الكسكاس وتصفيهم كي يكونوا الخيوط هذوك. اخي ساعات يكونوا الخيوط هذوك تاع العلك هكا في الدقيق يبقاو هكا في الدقيق. شوفوا انا كي عاد دقيق مليح ما صفيته ما والو، انا درت لكم الطريقه التقليديه. دوك راح نديرو عند الفورنو غطيته وحطيته عند الفورنو. الغرايف تاعي راهم قاعدين يطلعوا. ولهنا جيت جبت الطاجين تاعي مسحته وحطيت الزبده تاعي في الطاوه حطيتها في الطاجين باش تذوب. ولهنايا جيت طليت عند الفورنو لقيتهم طلعوا. حطيت الميده تاعي جبت الصابون
جبت الكتانه اللي راح نمسح بها، حطيت الصحن، جبت السكر. يعني ها مكشقرن هي غير الدوزاني نغكل باش كي تقعدي طيبي يا حبيبتي ما تبقايش تنوضي وتقولي خصتني هذيك وخصتني هذه. يعني الغرايف كي تجي طيبيهم ولا اي حاجه توجدي حوالك اكل. انا اليوم درت لكم القعده تاع زمان تاع زمان كي كانوا امهات نتاعنا حنايا، ما ربي يرحمها ويوسع عليها. بهذه المناسبة ترحموا لي على والديا وعلى أختي وعلى جميع الموتى، ربي إن شاء الله يرحمهم، وربي إن شاء الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. قولوا آمين يا السامعين يا ربي الحنين. وش راح نقول لكم كي خلاص راح نجبد على والديا، ما لا نبدل الموضوع خير ما نبقى نولي نبكي لكم ونبكي. المهم بعد ما حطيت البرمان تاعي لهنايا، جبت مغرف تاع السقو، شو كيما راكم تشوفوا نخلطها، خلط الغرايف هذوك توعي مليح. شوفوا هكا خلطيهم، خلطي هزيه هكا وديري. يعني هكا شفت انايا هزيت الطريقه هذه على ما ربي يرحمها. كانت بكري كي تقعدوا ديرنا الغرايف كنا نتلموا عليها، كوزينتنا كانت كبيره، اللي قاعد على الجلد قاعد واللي قاعد على البونك واللي قاعد يعني، وتحط هي يعني الغرايف يعني تكلو سخونين الغرايف يعني هن تسمد ماكش قار سق فانا هاني تكسد برك هاد تريح سد هانزك يانزك تقنت هان توناس وذقنا السكر. اللي حنايا دركا نديرو لابال له غالب ما كانش عندنا الزبده تاع البقرات وهذه هي. ولا انا كيما راكم تشوفوا انا ندير الطريقه تاعي التقليديه، انا ندير الصابون ونمسحو بالكتانه. بالك اخرين يديروا الشحمه اخرين، انا ندير صابون. امسحي يا حبيبتي امسحيه مليح برك بالكتانه، هذا مكان. شوفوا هذيك القعده يا حبيباتي، جمجموا الوسيله الشاويه على هذه القعده التقليديه. اللي هنايا راني قاعده نطيب والكوزينتي كما راكم تعرفوها راهي ضيقه. المازوزيه يعني دارت الكرسي في الباب تاع الكوزينه، تخاف العسل لا يجي يجري ويعود يجي لي هو على بالك يجري بلا ما يفريني كما يقولوا. والله ما نجبت. شوفوا نقول لكم الكسره نديرها كي يروح، خاطر كي نديرها ما يجي يبرد لي الطاجين باش نقفضو نديرو تحت البوطاجي وكل شيء، والكراج يبقى سخون وكل نخاف لا يتحرق. حذاري يا حبيباتي الغاليات، يعني انا هذو نصائح وهذو حوايج نوليهكم برك البنات الصغار اللي عندهم الاولاد صغار وما كوني حذره على قد ما تقدري، لان الطفل الصغير قادر في لحظه يغفلك بعد الشر وكان شي ما يصرالو. هنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا الطاجين تاعي انا يطيب على الكيف. بالك انت كي تشري طاجين جديد تلوحي يعني كيما يقولوا الحبه الاولى ولا الثانيه تلصق لك، كيعود كيما يقولوا طروده هذاك الطاجين راهو يعود ما يلصقلكش. شوفوا زيدي ديري كيما درت كل حبه انا كي نحيها ندير الصابون امسحي الطاجين تاعك مليح. ما تقوليش يعني واش ممسوح مليح يبقى فيه الصابون. وانا ما نكذبش عليكم، انا الغريف نشتي نطيبهم هكذا في الطاجين هكذا، ما نشتيش انا نديرهم في المقله نشتي يعني هذه الطريقه التقليديه، نشتي الحوايج التقليديه كما قلت لكم. شوفوا جاو مثقبين ما شاء الله، ما فيهم لا خميره تاع الكاطو ولا الاضافات هذو اللي يعني زادوهم راني نتفرج هكذا يزيدوا الخميره يزيدوا الحليب لحظه يزيدوا قداش حاجه. يعني انا درتهم لكم التاع بكري، يعني الغرايف نزيك يعني اللي تربينا عليهم ورباونا والدينا عليهم وكلش. كنا هكا شوفوا نقول لكم كانت ما ربي يرحمها وكانوا الامهات نتاعنا كامل. انا نحكي لكم يا الجيل الذهبي وانتم تفكروا بكري يا اخي امهاتنا كيديروا الغرايف ويقولوا لنا اقعدوا ما تمشيوش باش يخرجوا هذوك الغرايف مثقبين يجيو ملاح. يا اخي يما زيك ربا غنترحم وربات يرحم ولي يوسع في الناس وغنتيني قيمه وسيله قيمه كل باش انا ميرا بغا داس غسم الغرايف بركات ثيكلي باش انا الغرايفينين داس انت مكشاخ قرنت فقرنت وداس نتحلنت على الكيف. تفكروا كل وحده تفكر امها وتفكروا وصح النيه تاع بكري وصح. شوفوا نقول لكم والله العظيم نقعدوا شوفوا النيه تاع بكري ونفرحوا مع الغرايف هذوك ونقولوا قعدي ما تمشيش قعدي باش يطيبوا الغرايف ويجيو ملاح ويجيو بنان ويجيو مثقبين. وبالفعل يا حبيباتي الغاليات ما كانش قد النيه، والله ما كانش قد النيه. ملي راحت النيه راحوا الحوايج هذو والله كل شيء لا شتا تشوفوا دركا هالروبوات هالبراميكسار هالبيترا لافيسال ماشينا لافي كل شيء والله بصح كل شيء صامت. قولوا لي يا البنات يعني هضرتي صح والله يعني والله كل شيء صامت. كانت بكري اي ام يعني والله اي امراه تجي تخدم حاجه تخدمها يعني بالتعب وكل بصح يعني تحس بالراحه النفسيه. دوك احنا نخدموا بلينار الروبو راه هو اللي يرحي ولا فيسال هي تغسل في المواعن وكل شيء، وتلقاي المراه هذيك راح تاكل في بعضها رغم ان يعني هاد الحوايج ما همش متوفرين كل عند النساء كل مازال. وكاين النساء يعني اللي
كما يقولوا اللي مازالوا مساكن في الميزيريه وما مش لاحقين، بصح دركا والله الاغلبيه شوفوا نقول لكم خلاص القلقه كلاتنا ما عينا ناهي. ولا هنا كما راه كان نقول لكم الغرايف يتكلوا سخونين، لهنا من هي جنود الخفاء نبدنا حنا ذي الباب وتقارعن، اما عطيني خليتها هذه يعني بردت هكا شويه، مازال ما بردتش خلاص. ودرك تشوفوا هاد الزرمتك في وسط العسل، هذا ماكش لقيتك في وسط النص. شوفوا يا ربي يحفظوا ان شاء الله وربي يرزقكم. ومن بعد جاتو كل اللي سخونه ولا قال لي اما سخونه. شوفوا قلت له هاتها لهون وصبر حتى كي تبرد. كنت طيبتهم يعني نطيبوا هذه الاخرى، هذه شوفوا كي قعدت لي هذا، قلت لها درك نديرها لكم فرد وحده كبيره ونوض فرات باش نطفي الطابونه على روحي الهيتا. لهنا شوفوا نقول لكم كنت ما نكذبش عليكم، كنت انا نطيب وندهن لبناتي وياكلوا باللبن. يعني الغرايف انا نحبهم هكاك سخونين وديو. شوفوا والله جاو شوفوا شتوهم جاو خفاف وجاو مثقبين وجاو ما شاء الله، جاو واش نقول لكم ملاح على الكيف. المهم على البرد هذا يعني هذا ما يصلح، يا ديري غرايف يا ديري عيش يا ديري المقطعه يا ديري يعني اي حاجه توالم البرد هذا. هذه هي ربي ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. هذه كبيره كما راكم تشوفوا، درتها كبيره شوفوا قد ماش. واللي هنايا هادو دهنتهم راح نديهم لبنت عمي اللي ساكنه لهنا قدامي، درت لهم بابي الومنيوم وقلت نوصلهم لها مادام سخونين. درت يلا خماري كي عاد مقابلتني لهنايا رحت نجري اديتهم لها تاكلهم ان شاء الله بالصحه. ولهنايا حبيباتي الغاليات واش نقول لكم، قعدت الكوزينه سخونه، المازوزيه قاعده دارت الشاوش تلقى الشاوش للعراس ديال الباب تعوس باش انا والتدفنشه تحرقن. وانايا قعدت ندهن المازوزيه ندهن اللبنه ادهني الوليدات كلاو حتى نشبعوا الحمد لله يا ربي. هذا هو يعني درت لكم الغرايف تاوعي هذو في صحن التقديم. حنا كنا تغدينا كليناهم هكاك سخونين. انا شكون اللي انا نحب الغرايف، انا يا ولادي وكل حنا نحبوهم باللبن. كاينين اخرين يديروهم مع القهوه، اخرين يشربوا بهم الحليب، انا نحبهم مع اللبن. وجاو واش نقول لكم خفاف هايلين. انذوق معاكم دايما وسيله الشاويه يعني اللي تحب الذوق معاكم. يا ريت كنتوا معايا حبيباتي الغاليات ودرنا يعني مجمع كبير بمتتبعاتي الوفيات وكليتوا معايا. شهدكم في الجنه يا حبيباتي الغاليات. سلام.